في خبر نزل من يومين ما ينفعش انت كواحد مصري ما تكونش عارفه. مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا. القطع الأثرية دي بتنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة، أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهم من مقبرة الوزير باك آن رانئف في سقارة، بالإضافة لتمثال ملكي من البرونز ومجموعة من التماثيل الصغيرة اللي كانت بتحفظ في المقبرة عشان تقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى، ده طبعا وفقا للعقيدة المصرية القديمة، بالإضافة لتماثيل من البرونز للمعبود أوزير إله الموتى وسيد العالم الآخر. وهنا لازم نطلع بنقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى اللي بقولها في كل فيديو، لو سمحت افتخر بثقافة وحضارة بلدك وساهم في نشرها. النقطة الثانية وهي بتأكد النقطة الأولى، جرب اسأل نفسك كده ايه اللي بيخلي دول كبيرة زي ألمانيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وكل الدول دي تسرق وتنهب حضارتنا من مئات وعشرات السنين لحد يومنا هذا. بالنسبة لهم حضارتنا دي شيء إعجازي صعب العقل البشري يتقبله. ساعات بيوصل لدرجة إن هم بيأكدوا نظرية إن في كائنات فضائية وهم اللي بنوا حضارتنا دي، مش إنسان عادي. ولكن للأسف بتلاقي بعض من الناس المصريين، أو للأسف مش بعض، هم بقوا نسبة يعني مش قليلة، ما بيعتزوش بالحضارة دي ولا حتى معترفين بيها، وبيشوفوها كأنها شيء عادي، عبارة عن مجموعة من الأصنام أو مجموعة من الحجارة، إيه لازمتها وإيه هدفها وملهاش لازمة والكلام ده كله. فلو سمحت بأكد تاني، اعتز بحضارة وثقافة وتاريخ بلدك وساهم في نشرها. شكرا.